هو انا ليه ادخل النار للابد على ذنب عملته في مده زمنيه محدوده؟ يعني انا عشان عملت ذنب سنتين ثلاثه ادخل النار للابد؟ السؤال ده بيسالوه الملحدين او الناس الكفره عشان يشككوا الناس في دينهم وان دينكم ده ما فيهوش عدل، وتلاقي المسلم بيخاف اصلا انه يسال السؤال ده عشان ما حدش يشكك في عقيدته او اسلامه. لكن بالعكس انا شايف ان اجابه السؤال ده تسكت الملحد وتزيد ايمان المسلم. ليه؟ لان دايما الايمان بالقران وفهم الدين صح بيخلي الملحد او الكافر اللي بيساله ده تخليه يزيد كفر والحاد ويتضايق انه ما قدرش يشكك في الاسلام، وكمان تخليه يطلع مبررات ويقعد يدور على سؤال تاني غيره بعيد عن الموضوع خالص عشان يعمل اي بلبله. فبعيدا عن الموضوع خالص عايزك تفهم ان عداله ربنا ارحم مما نتخيل، على عكس العداله البشريه، لانك على الارض هنا لو عملت غلطه ممكن تتعاقب عليها وتتسجن طول عمرك، وفي الناحيه الثانيه العداله الالهيه الربانيه بمجرد التوبه بس ممكن تتمسح ذنوبك، ومش بس كده تتبدل حسنات وتدخل الجنه. انت فاهم انا بقول لك ايه؟ فخليني ببساطه اقول لك ليه ممكن ادخل النار للابد عشان عملت ذنوب في فتره محدوده، وهي الفتره اللي عشت فيها ال60 ولا ال70 سنه دول. الدين عندنا بيقول ان الذنب ممكن يكون محدود الزمن بس اثره ممكن يكون غير محدود. يعني انت مثلا في الدنيا بتاعتنا دي ممكن تعيد السنه كلها وتضيع من عمرك سنه بحالها عشان سقطت في ماده واحده امتحنتها في ساعه. احنا مش بنقارن، بس بقى ايه، بديك مثال بسيط عشان تفهم اللي هقوله لك. فبعض الذنوب زي الكفر والالحاد، ودول بالذات لان اي مسلم مؤمن بربنا مهما قعد في النار في النهايه هيدخل الجنه. فالكفر والالحاد معناهم انك رافض فكره ان في اله او رسل وانبياء اصلا. يعني انت عايش حياتك من اول ما اتولدت لحد ما موت مش مؤمن ان في ربنا، وده اسمه في الفلسفه انكار ابدي. فبالتالي العقوبه مناسبه جدا مع طبيعه الغلط اللي انت عملته، لان انكار ابدي قصاده عقاب ابدي. والقران وضح النقطه دي، قوله سبحانه وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. فالكفر والشرك دول مش مجرد اخطاء زمنيه عملتها في زمن محدود، لا دول موقف قلبي مستمر لحد ما تموت. انت مصمم بقى نعمل لك ايه؟ وكمان الجنه والنار نتائج مش عقوبات. انت فاهم؟ الجنه والنار مش بس سجن ولا مكافاه، لا دول نتائج طبيعيه وطبيعيه جدا لحاله الروح اللي عاشتها في الدنيا. لان طبيعي جدا اللي عاش طول حياته بيرفض الايمان بربنا روحه بتميل للشر وبتستمر على ده لحد ما يموت. فخلاص طالما انت اخترت كده يبقى تكمل الامتداد بتاع روحك اللي اخترتها اللي هو النار. ولو فكرت في السؤال شويه هتفهم ان قصد السؤال ان الجنه والنار مش عدل، والحقيقه عكس كده خالص. يعني سبحان الله، حتى في النار كل واحد بياخد نصيبه. يعني كلهم دخلوا النار بس كل واحد ياخد نصيبه على حسب ذنبه. فتلاقي الناس في النار متفاوتين في العقاب ولكل درجات مما عملوا. اما الفلسفه الاخلاقيه بتقول لك ان العقوبه مش دايما بتتقاس بمده الجريمه بل بمدى اثرها. يعني انت ممكن طلقه مسدس في ثانيه واحده تضرب تقتل حد، انت بالنسبه لك عملت غلطه في مده زمنيه لا تتعدى الثانيه بس اثرها للابد، لانك بالطلقه اللي انت ضربتها دي انهيت حياه انسان. يعني ده خلاص كده مش راجع تاني. فهنا العقاب مش مقرون بالمده اللي اتعمل فيها الغلط لانك غلطت في ثانيه. وكمان فلاسفه العرب بيقولوا ان ربنا هو مصدر البدايه الوحيد وبرضه مصدر النهايه. يعني هو اللي بدأ حياتك وهو اللي لما تنتهي حياتك هترجع له. فبالتالي الابتعاد عنه وانت عايش ده اختيار الموت الروحي الابدي. يعني انت خلاص مش عايز ترجع له، فالنتيجه والعقاب بتاعك هو النار المخلده. اما بالنسبه من المنظور العقلي والنفسي فيقول لك ان العقوبه هنا مش على المده بل على النيه والموقف الداخلي. يعني ايه برضه؟ مش فاهم. يعني الانسان الكافر ده مش مجرد انسان عاش كذا سنه وهو مش مؤمن، لا هو اختار موقف داخلي ثابت ضد الحقيقه والاسلام. هو رفض يعرف ورفض يسمع، رفض يشوف، رفض يفكر. فلو كان هيعيش 1000 مليون سنه كان هيكمل بنفس الفكر والموقف والكفر. فبالتالي النيه هنا ممتده مش محدوده بالزمن اللي عاشه، وده يخلي العدل الالهي متناسق، لان العقوبه بتتناسق مع استمراريه النيه مش مده العمر. فالانسان اللي بيعيش رافض فكره الايمان مش بيرفضها فجاه، لا ده بيبني جواه منظومه كامله من الغرور والتمرد والرفض والالحاد، ويعيش نفسه في حاله من النوع اللي انا مش محتاج اله. فده بيدمر فطرته الطبيعيه. فالمشكله مش بس في الكفر، المشكله في الحاله النفسيه اللي بيوصلها بسبب الكفر. القلب بيطمس والعقل بيبرر عشان يصدق نفسه والضمير بيتعدم. فبيبقى الانسان ده مش بس كافر بالله لكن كاره للنور، كاره للهدايه، كاره لاي حاجه ممكن تغير موقفه وتخليه يرجع لربنا. وده بالظبط زي نوع السؤال اللي عاملين عنه الفيديو. فاللي اختار يعيش حياته كلها بعيد عن ربنا هو اللي اختار بايده يعيش ابد الابدين في النار، مش لان ربنا ظلمه لا، لكن لانه هو اللي رفض النور والجنه. وفي النهايه زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وما ربك بظلام للعبيد. وبس كده، سلام.